ليه كل ما بنخس بنرجع نتخن تاني بسهوله جدا؟ السؤال ده اكبر لغز في حياه الملايين. ناس داخله على دايت، ناس متحمسه، ناس نازله وزن، وبعد شهور او حتى بعد اسابيع تلاقي نفسها رجعت لنقطه الصفر تاني او ازيد في الميزان يعني، وتفضل تلف في الدايره دي لسنين. اول حاجه حابب اتكلم عن الوهم الكبير وهو الميزان. اول غلطه انك سلمت حياتك لرقم على الميزان. الميزان معمول انه يقيس حاجه ثابته، رز، حديد، اسمنت. انت بني ادم، يعني جسمك ما بيعرفش يعني ايه 70 او 90 او 120 كيلو. جسمك يعرف حاجه واحده بس، نسبه الدهون مقابل نسبه العضلات مقابل للميه اللي موجوده في جسمك. دليل على كلامي ده ان انت حضرتك ممكن يكون وزنك 115 كيلو ولكن عضلاتك قويه، دهونك قليله، حركتك خفيفه، وصحتك ممتازه. وواحده تانية وزنها 65 كيلو ولكن دهونها عاليه، عظمها ضعيف، مليانه اعراض كسل وانيميا وتساقط شعر. يبقى الرقم لا يعكس الحقيقه يا جماعه. تاني سبب الميكانيزم اللي محدش هيقوله لك ابدا، ان انت جسمك عنده قدره طبيعيه لحرق الدهون. المعدل الطبيعي لاي بني ادم مننا هو 75 ل 100 جرام دهون يوميا يقدر يحرقها. يعني لو حضرتك خدتي 100 جرام في 30 يوم يبقى 3000 جرام، يعني 3 كيلو دهون صافي في الشهر. تمام؟ ده المسموح ودي حدود الامان. انما انت حضرتك بتجبر جسمك عشان تخس بسرعه، عشان الرقم ينزل اسرع. كلاس سيادتك بتنزل ليه؟ بتنزل ميه، تخسر عضلات، تضعف مناعتك، تبوظ هرموناتك، وشك بيبوظ، شعرك بيقع. ومجرد ما بتاكل طبيعي جسمك بيعوض كل اللي خسره، بس بقى ما بيعوضوش عضلات، بيعوضوا دهون، لان هو دلوقتي عارف ان هو في مجاعه فلازم يعوض كل ده دهون. ده بقى ما يسمى بايه؟ بالرجيم اليويو او يويو دايت. طب ايه الاعراض اللي تحكي لك القصه؟ اول حاجه اتفقنا ان الميزان مش الحكم، الاعراض هي الحكم. اعرف ان انت ماشي صح لو بطنك بدات تنزل، لبسك بقى اوسع، نفسك بقى اطول، مجهودك بقى اسهل، نومك بقى اعمق، وجع المفاصل والعظام قل. لكن لو سيادتك جاي تركز على الرقم بس عمرك ما هتتبسط حتى لو نزلت. اما عن الكارثه اللي بتعملها الدكاتره هو الدايت القاسي. ايه اللي هيحصل لو انت مشيت ورا دكتور اللي لك اخسسك اكبر عدد من الكيلوات بسرعه؟ في الاول انت هتبقى مبسوط قوي برقم الميزان، ولكن بعد شويه وانا قاعدك ان ده هيحصل ركبتك هتبدا توجعك، بعد كده ظهرك هيبتدي يصرخ منك، بعد كده عضلاتك هتضعف، بعد كده تبدا مشاكل صحيه تظهر ما تقلش. المفروض العكس يا جماعه، ان انت لما تخس مشاكلك الصحيه تتعالج. ليه؟ لان نزول الوزن السريع يساوي تكسير عضلات وسحب ميه من الجسم، مش حرق دهون. يعني انت ما حلتش المشكله، انت زودتها بالفعل. طيب ايه الحل يا دكتور؟ اول حاجه تتوقف عن مطارده رقم الميزان وتركز على مدخلاتك. تاكل اكل حقيقي، خضار، بروتين، دهون صحيه، تقلل السكر والنشويات، تشرب ميه كفايه، تحرك جسمك يوميا حتى لو مش رياضه، تنام 7-8 ساعات يوميا، تهدي توترك. النتيجه الطبيعيه اللي هتحصل ان الدهون هتقل تدريجي، كبدك هيرتاح، هرموناتك هتتظبط، نفسك هيبقى احلى واوسع، حركتك هتبقى اخف، لبسك هيبقى واسع. في نقطه عايز اتكلم فيها، في رقم على الميزان دايما انت بتثبت عليه كتير. النقطه دي اسمها السيت بوينت. الجسم ساعات بيقف على رقم معين، هنفترض ان هو 85 او 95 ويفضل مرخم عليك ويزن عليك ان هو ثابت هنا. ليه؟ ده مش معناه انك فاشل او ان جسمك بطل يحرق، ده معناه ان جسمك مرتاح مؤقتا، ولكن مع الصبر والتزامك وتغيير اسلوب حياتك السيت بوينت ده بيبتدي ينزل تدريجي. ولازم يبقى دكتور واعي علشان يبدا يعرف يفهمك ده ويغير لك النظام المتناسب في مرحله السيت بوينت دي. اذا خلاصه كلامي اللي لازم تدخل دماغك، جسمك ما عندوش مشكله مع رقمك على الميزان، جسمك مشكلته مع الدهون العاليه اللي في جسمك. نزولك السريع على الميزان يساوي لعنه مش نعمه. اي حاجه ضد طبيعه الجسم هترجع لك تاني بس بشكل اسوأ. لازم تكونوا عارفين ان انتوا مش وزن ولا بي ام اي ولا ام بودي، انت صحه وطاقه وحركه وتنفس ونفسيه، كل ده لازم يتظبط مع دكتور التغذيه.